السلام عليكم ورحمة الله. هكلمكم طيب في عجالة يعني عن موضوع الانترفيو. أول لما يبقى حد رايح يتقدم لشركة وهيعمل انترفيو وعايز شوية حاجات كده أصلية تبقى عندك. هنتكلم عن الشكل الخارجي والداخلي والردود. دول أهم 3 حاجات. بالنسبة للشكل الخارجي، سواء رجل أو سيدة، طبعا اللبس يبقى فورمال. خلي بالنا قوي نختار ألوان هادية، ما تبقاش حاجات مفرقعة ولا مترقعة. لو رجل يبقى طقم مثلا البدلة اللي لابسها ألوان لايقة على بعضها ومتناسقة مع لون بشرته. يعني لما يلبس البدلة ويشوف نفسه في المراية كده يحس ان ايه، الموضوع كله ممتزج مع بعض وكده، في كيمياء ما بين اللبس وجسده، ما يبقاش كده ايه لون غريب على لون بشرته او حاجة مش لايقة يعني. لانه خلي بالكوا اللبس بيعمل كيمياء مع لون البشرة. يعني في الوان تليق على لون بشرتك وفي الوان لا، على فكرة. دي بتعرفها لما بتلبس اللبس تقف في المراية وتشوف. وفي ناس بتحس اللبس، انا بحسه بصراحة يعني. يعني اللبس بيتحس. دي حاجة. الحاجة التانية ال- لون الشراب برضو يكون لايق، الشوز تبقى نفس لون البدلة، ما تعملش تغييرات يعني. آم، اللبس يكون مكوي. يعني حاول على قد ما تقدر تبقى يعني 100% مظبوط، لأنه الانطباعات الأولى تدوم، وبالذات في الانترفيو. يعني هو عشان يشغلك في الشركة لازم الانطباع الأول عنك يبقى حلو. ما لناش دعوة بقى باللي يحصل بعد كده، لكن أهم حاجة عشان أنا أدخل المكان ده وأبقى يعني موظف جوه الشركة دي. لازم الانطباع الأول اللي هياخده عني، اللي هيعمل معايا الانترفيو، سواء مدير سواء HR، لازم يبقى حلو. فاول حاجه بتقع عليها العين هي الشكل، لسه قبل ما تتكلم. يعني فنخلي اول حاجه حلوه. البرفيوم اللي بتحطه ما يبقاش برضو جامد قوي، خليه خفيف. آه، ده بالنسبه للرجال. طبعا مش هتكلم بقى في انه يبقى حالق مثلا ومظبط شعره وكده يعني. الحاجات دي بديهيات. نيجي بقى للبنت. لو انثى رايحه انترفيو، يعني طبعا برضو نفس اللي قلته للولد، اللبس نخلي بالنا منه قوي، يكون فورمال. يعني مثلا بليزر او جاكيت. اسفه جدا ونخلي بالنا إن يكون اللبس منمق مع بعضه، سواء هتلبسي جيب او بنطلون. المهم ان اللبس يكون الوانه متناسقه، رقيقه، تكون هاديه، بلاش الالوان المفرقعه والمترقعه وكده خالص، لا. لانه ده بينم عن شخصيه يعني ايه، آه، مش متزنة من الاخر كده. يعني الالوان اللي هي بتبقى مفرقعة قوي دي بتبقى بتدي انطباع ان الشخصية دي مش متزنة، ليها كده شطحات كده يعني. فانتي خلي الوانك كلها متناسقة مع بعضها، تليق كلها على بعض، ما يبقوش 50 لون لابساهم، هم لون او اتنين بالكتير. والطرحة برضو لازم تبقى لايقة على لون البليزر اللي لابساه. ويكون كل الالوان كده ايه هاديه، وتكون زي برضو عامله كيمياء مع لون جسدك، يعني تكون ال الالوان لايقه على لون بشرتك. دي حاجه. الحاجه التانية، آم، ما يبقاش كعب بقى عالي وكده، لا. يعني روحي بشوز تكون مريحه للشغل. ده بيعبر عن ان الانسانه دي بتاعت شغل، مش بتاعت كده يعني، ان هي بقى ايه رايحه تتمنظر قدام الموظفين وكده. الاكسسوري اللي تلبسيها برضو البسي اكسسوري هاديه. اي حاجه هتأفوري فيها في الشكل هيحسس اللي قدامك ان انتي مش بتاعت شغل، انتي بتاعت منظره. وهو اصلا عشان يشغل حد عنده اهم حاجه عنده مصلحه شركته. مصلحه شركته بتقول ايه؟ ان انا عايز حد يكون بتاع شغل مش بتاع منظره، مش بتاع ده بتاخد ساعتين عبال ما تلبس وتيجي، دي هتنزل متأخر كده. الوقت خلي بالكوا قوي، لو انتي ميعادك الساعة 10 تكوني تكوني هناك 10 ل 5، 10 ل 10 بالكتير. ما تكونيش جاية بدري قوي عشان ما يقولوش ان انتي ما وراكيش حاجة بقى وفاضية وكده ومش مطلوبة يعني. وفي نفس الوقت ما تجيش متأخر، تكوني قبل الميعاد بخمس 10 دقايق، ظبطي فيهم نفسك في المراية قبل ما تدخلي المكان. ده بالنسبة للشكل الخارجي. آه، بالنسبة للداخل، ده مهم جدا بقى جدا، ان انتي كلامك كله بثقة. يا جماعة الثقة
يعني عارفين المثل اللي بيقول لك fake it until you fix it. يعني حتى لو هي مش موجوده، لو انت تقولي ده مهزوزه من جوه، ده انا خايفه، ده انا مرعوبه، ده الشغل ده اول مره هعمله مش عارفه ايه، لا انت يعني تخيلي الثقه و- وصد و... و... واخترعيها لحد ما تصدقيها. ده المثل بيقول كده. يعني لو انت مش عندك حاجه، مش حاسسها مثلا، تخيل ان انت حاسسها لحد ما هتصدقها بجد. فهو بيقولك كده يعني fake it until you fix it. آه ف يعني لا انا واثقه، انا واثقه من نفسي، انا هكسب الشغلانه دي ان شاء الله، انا قدها، انا هقدر، انا هعرف كده. شايفين؟ ادي الجمل دي لنفسك. اصلا انا اللي كتير على الشغل، مش هيلاقوا زيي. كل ده قولي لنفسك من جوه. خايفين من ايه يا جماعه؟ معاكم رب العالمين. يعني انا مش عارفه موضوع الخوف ده. نفسي اجيب لكم اسد مره وانشره في الجروب كده، خليه يطلع يجري عليكم، فانتوا لما تتعرضوا للخوف المرعب ده خلاص مش هتخافوا تاني. يعني فاقووا كده، اقووا، مش كل حاجه بس خايفه مرعوبه مش عارفه ايه. اقوي، اقوي، انت معاكي رب العالمين، قدراتك وامكانياتك، وبتسعي. تمام. وهم اللي اتعينوا قبلك كانوا احسن منك في ايه، واللي ماسكين دلوقتي احسن منك في ايه، ولو في خبرات ناقصاكي هتعلمها. يعني تبقي عارفه ان انت الانسان مش اخد كل حاجه، فانا هتعلمها، فانا هكتسبها، فانا هوصل لها. فعندي ثقه ويقين من جوه من الداخل ان انا زي الفل، وان انا هعمل ده. فدي مهمه قوي. فيبقى ده الداخل تقويه بالثقه في النفس. البادي لانجوج بتاعت حضرتك وانتي قاعده، راسك مرفوعه كده لفوق، كتفك مفرود، مش تدخلي بقى ايه ظهرك متني والماشيه اللي هي ايه الخوف والرعب دي، لا، ماشيه واثقه من نفسك، ظهرك مفرود، كتفك مرفوع، راسك كده طالعه كده، اللي هو انا زي الفل، انا مش هتلاقوا زيي اصلا. ده بالنسبه للداخل اللي هيطلع ويبين الخارج. طول ما انتي واثقه في نفسك اعتبري انتي رايحه عادي، اكنك رايحه تزوري مثلا عمتك او خالتك، مش رايحه انترفيو. عشان مجرد ما تحسي ان انت رايحه انترفيو انت بتترعبي.